السلام عليكم، معاكم مهندس نادر عبد الغني. جاي لكم النهاردة بمعلومات وشوية نصايح وتفاصيل مهمة عن بند الجبسون بورد. في الأول عايزك تعمل لي لايك وفولو وسبسكرايب عشان تدعمني وأقدر أستمر في تقديم المحتوى نصايح لتشطيب شقتك. أولا بنعمل بند الجبسون بورد أو الأسقف المعلقة لأسباب مهمة، وأولها هو عشان أقدر أوزع إضاءة في المكان بتاعي بأحسن شكل، وأقدر أنفذ الإضاءة دي بأشكال كتيرة تخدم ديكور شقتي وتخليه أحسن، زي السبوت لايت والمagnetic تراك والليد بروفايل. وأقدر كمان من خلاله أعمل هيدن لايت أو بيت النور المخفي، وكمان أقدر أعمل ساوند سيستم ومزايا تانية كتير. تاني سبب بنعمل علشانه الجبسون بورد هو إننا بنداري عيوب السقف لو عندي مشاكل في الخرسانات، أو بنداري القمر الساقط اللي بيخلي البيت عندنا مش أحسن حاجة. وكمان بنداري على تمديدات الكهرباء والتكييفات الكونسيلد لو عاملين كونسيلد في الوحدة بتاعتنا. وكمان بنقدر نعمل من خلاله قواطيع نقفل بيها غرف لو مش عايزين ندخل في دوامة المباني والمحارة، فهو سهل الفك والتركيب. وتقدر كمان تنفذ منه أشكال على الحوائط زي الأرفف والمكاتب. بند الجبسون بورد ده يا جماعة بيتكون من مجموعة عناصر هشرحها لكم بالترتيب. أول حاجة الصاج أو الجلفانايز ستيل، وده بيكون صاج مجلفن غير قابل للصدى، بيكون بأطوال 3 متر وسكنس بيبدأ من 3.5 ملي إلى 5 ملي. الصاج بيكون موجود عندنا بقطاعات مختلفة وكل قطاع ليه استخدام. هنبدأ بأول قطاع وهو السي تشانل، وده بنستخدمه في تصنيع الشبكة الرئيسية اللي بتربط ما بين السقف الأصلي والسقف المستعار، ودي بنعلقها أو بيتم تثبيتها في السقف عن طريق أتياش بيتم تثبيتها في الخرسانة عن طريق التخريم وتركيب أكمون بمسافات من كل 60 إلى 90 سنتي، وده على حسب معايير الجودة والأمان. وممكن بطريقة الجنش والركب لو الارتفاع عندي قليل. بيتم تثبيت إعواد السي في الأتياج دي عن طريق قطاع تاني اسمه العصفورة، والقطاع ده بيكون وظيفته إن هو بيوصل التيش بعود السي. وبعدها بنبدأ في تثبيت أعواد الأوميجا، وده بيكون القطاع التالت معانا. الأوميجا دي بتتثبت في السي، ودي بتكون الشبكة الثانوية، وبتركب عكس أعواد السي بمسافات كل 60 سنتي. وبعد كده عندنا الزوايا، والزوايا بنستخدمها عشان نعمل إطار كامل لمحيط الفراغ اللي بننفذه. وطبعا كل ده بيتم تثبيته عن طريق ميزان الليزر عشان يكون السقف في مستوى واحد ونتفادى أي ميول في السقف الأصلي. وبعد كده بنبدأ في تثبيت الجبسون بورد. ألواح الجبس دي بتكون مكوناتها خليط من الجبس مع السيليكون والفايبر جلاس، وبتكون مغلفة من الجنبين بطبقة كرتون معالج، وبيكون في منه ألوان. عندنا اللون الأحمر، وده بنستخدمه في الأماكن المعرضة للحرارة زي المطابخ وبيكون مقاوم للحريق. وعندنا اللون الأخضر، وده بنستخدمه في الأماكن المعرضة للرطوبة وبخار المية زي الحمامات. وعندنا اللون الأبيض، وده بنستخدمه في باقي الوحدة، وبتكون الألواح دي بأطوال 120 سنتي في 2 متر 80 سنتي. بنبدأ نركب الألواح دي جنب بعضها بطريقة سابق ولاحق عشان نتفادى الشروخ اللي ممكن تحصل بسبب الأحمال. وبنبدأ نثبتها بمسامير بورما 2.5 سنتي أو 3.5 سنتي، وبتكون بمسافات متساوية وبكمية كافية للتثبيت. وبعد كده بيتم معالجة الفواصل أو اللحمات اللي موجودة عن طريق إننا بنحط شاش الفايبر في الفواصل دي، وبنقفل عليها بالمعجون، طبعا مع مراعاة صنايع المعجون يشيل الزيادات اللي ممكن تبقى موجودة بين الفواصل دي وبعضها.
أما السوكة عندنا بيركب عليها قطاع اسمه كورنر تيب، بيظبط الزوايا بتاعة الجبس بزوايا قايمة ومظبوطة. وبعد كده في الآخر بنبدأ تفتيح لأي نوع إضاءة عندنا احنا عايزينه، زي السبوت لايت والمagnetic تراك والليد بروفايل. وطبعا يفضل إن الكهربائي يبدأ في تفتيح السبوتات وتمديد الأسلاك والخراطيم قبل تقفيل المعجون، عشان لو هيفتح أبواب كشف تساعده في تسهيل شغله وما يكونش فيه مرمات كتير، وكمان عشان يكون عارف أماكن الصاج والتسمير ويتفادى التفتيح في الصاج. زي ما انتوا شايفين في الفيديو كده، بدأ البند بتاعنا بتاع الجبسون بورد يتشطب. ده الكهربائي اشتغل وبدأ يفتح السبوتات بتاعته ونزل الخراطيم والأسلاك، ومن بعدها بدأ يشتغل بتاع المعجون. طبعا زي ما قلنا قبل كده ان بند الجبسون بورد ده من اهميته ان احنا نقدر نوزع اضاءة براحتنا في الاماكن اللي احنا عايزينها. دي اوضة تانية وزعنا فيها السبوتات حسب الاستخدام، وهنيجي بعدها نخرج على الريسبشن. عملنا فيه 2 لاين ماجنتيك تراك زي ما انتوا شايفين كده، وجينا في الطرقة عملنا 2 لاين ليد بروفايل. والأوضة التانية بدأنا نوزع فيها السبوتات بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. ده شكل شقتنا بعد ما اتشطب. بدأنا نحط الهيدن لايت بتاعنا وبدأنا نوزع الإضاءة بتاعتنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ونركب الأوشاش والمفاتيح واللقم، وبدأت الشقة تقيد زي ما انتوا شايفينها كده. لو هتشطب شقتك بنفسك وعايز تعرف تفاصيل عن بند معين، اكتب لي في الكومنتات عايز تعرف ايه عن بنود التشطيب. لو استفدت من الشرح والتفاصيل اللي قلتها، ياريت تدعمنا بفولو لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل فيديوهات نصايح تشطيب شقتك مع مهندس نادر عبد الغني. دمتم في أمان الله.